السلام بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اليوم هذا الفيديو الجديد هذا. اليوم ان شاء الله بغيت ندير واحد الماسك لوجهي، وقلت علاش لا ما نديرش فيديو نتقاسموا هكا مع الدريات اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي. فمرحبا بكم حبيباتي. هذا الماسك هذا كيتكون من جوج حاجات. الا بغيتي ممكن تضيفي مكون ثالث، لما بغيتيش او عندك حساسيه منه ما تضيفيهش. سهل، كتخلطيه تديريه على وجهك، تسنيه تيكرم صافي، تتحيديه على طريقه كوماج، وكديريه جوج مرات في السيمانه وتتحصلي على نتيجه زوينه. وبالخصوص الا خرجتي هكا شي خرجه طويله طويله زعما في الشمس وضرباتك الشمس لوجهك. فهاد الماسك هذا خاص باش يعالج ضربات الشمس الخفيفه اللي تضرب هكا البشره على غفله. بعض المرات حبيباتي كديري ليك خو في الدار، وبعد كتخرجي ما تتاحش لك الفرصه تعاودي ديريه، فتضربك واحد شويه الشمس او الشمس. انا كتوقع لي بزاف هاد القضيه، فبعد كنجي للدار الا تحت ليا الفرصه وما كنتش عيانه وكنت عندي زعما الرغبه، كندير هاد الماسك هذا فكيصالفي ليا وجهي. المكونات حبيباتي كما كتشوفوا بساط، هي الفيكولا ديال البطاطا او لاميدو ديال بحال نقولوا النشا ديال البطاطا. ها هي حبيباتي كما كتشوفوا، ها هي مكتوبه كتباع في لاكوب، كنظن انها متواجده في جميع البلايص. غير انا كناخذها من لاكوب بيولوجيكا، يعني طبيعيه. هي بحال الشكل ديال مايزينا، ولكن ماشي من ماشي النشا ديال الميسر، وانما النشا ديال البطاطا. صافي، وتتخلطيه بفرماجه، اي نوع من ماشي اي نوع من الفرماج، لا، يا اما كيري، فرماج كيري، يا اما هذا المثلث هذا. تتخلطيهم بجوج، ولا بغيتي كيف ما قلت لكم حبيباتي، الا بغيتي كتضيفي قطرات من الحامض، يعني هكا 4 القطرات من الحامض. الا كان عندك حساسيه منه او بلاش ماشي ضروري. وتتخلطي هاد المكونين بجوج وديريهم على وجهك، وتخليهم كما قلت لكم تيكرموا مزيان. صافي تتبداي تحيديهم على طريقه الكوماج، تبداي تحربلي فيهم. هنا حبيباتي انا غادي نخلط هاد المكونين هادو بجوج، وبعد غادي نبغي نابليكيهم على وجهي. نتلاقاو ان شاء الله. السلام حبيباتي، ها انا قديت هنا الخليط كيجي على هذا الشكل هذا، هكا تجي قاصح شويه مع غير الفرماج وهذيك مايزينا. وانتم حبيباتي انا مثلا دابا ما عبرتش، ما هزيتش بالمعلقه، لحت ديريكت في هاد الجبيبينيه، فجاني شويه المايزينا ديال البطاطا جاتني اكثر من الفرماجه، فزدت واحد النقيطه ديال الحليب غير باش هكا المزيج يجي مزيان. سينو راه غير الفرماجه ولا سميتو كافيه. هذاش قاسني هنا. تتبان ليا هذه، المهم قبلوا عليا. مع التريكو كحل اي حاجه بيضه تتبان فيه. وانا طبعا عادي انك تشوفوا لي شي حاجه علاش حاجه انا، لان ولدي بعض المرات كيكونوا ودي عامرين باي حاجه ويكمش فيا. المهم هذا مشكل اخر. المهم حبيباتي انا غادي دابا نبدا نابليكي فيه على وجهي، نستخدم غير يدي، ما ندير لا فورشات لا والو، هكا غير صبيعات. تنتوما ديروا غير صبيعاتكم راه احسن. نعمر وجهي كامل، شفتوا كي تتجي بحال الكريمينه. نعمر وجهي حبيباتي كامل، ونخليه عيني ميزاني حتى كتكرم. يعني هي ماشي زعما تخافوا منا تقولوا بقات بزاف في الوجه ولا لا قد صافي تولي هكا كارمه وتحيديها من وجهك. ماشي تاني تنشف تبغي تحيديها وتضرك في وجهك، لا، غير شويه تبقى رطيبه باش هكا اللي بغيتي تحربليها
تجي مزيانه، ماشي تضرك البشره ديالك. وفي حالتي لا كرمات لك بزاف على وجهك، زيدي واحد طبقه اخرى، زيدي طبقه اخرى باش شويه ترطاب. هي المفروض ترى حتى العنق، ولكن انا عنقي راه تيغلبني، تنحملش نديرو. صافي دبرتها. لا عنقي كندير عنقي على بغيت ندوش، كندخل هكا كل بماسك، ندخل لا دوتشا. اما دابا تخيلوا معايا 3 عنقي ناري. يدق شي واحد على غفله، ولدي بغى شي حاجه على غفله، دابا نيت راه دابا يجي، انا خليته ملاهي شويه ليه، ولكن زعما ماناش مازال وجهي متغلب عليه بالزربه نغسل العنق او العنق كيشد الوقت. ايوا صافي هكا وتطليو كاع داكشي اللي خاصو يتطلع، اللي قديتو عليه طليو. طانطو هاد الوصفه هادي راه كما قلت لكم لضربات الشمس او الشمش او الشميشه، هادوك الضربات الخفيفه اللي تيجيو راه تنفع. كما عرفتوا حبيباتي بطاطا خطيره جدا لازاله التصبغات ديال الشمس، زوينه بزاف. كاين اللي تيديرها هكاك فريش، عمرت الشهر، كاين اللي كيديرها هكاك فريش. والله الا في المغرب كنت الا خرجت هكا وكانت الشمس مجهده، كي كندخل كنحل الثلاجه، نهز بطاطا نحكها، نزيد عليها شويه ديال المايزينا. لا ما عنديش مايزينا كندير غير الفورس صافي ونطليها. والنتيجه كتكون يا سلام. في المغرب الصراحه كنت مهليه في راسي كثر، والله العظيم هاد الغربه عما زادت عاد جفتنا، الله يحضر السلام. بقيتي كاع تتسالي كاع والله. دابا كنشوف شي تصاور ديالي كنقول سبحان الله، وكنت مهليه في راسي بواحد الطريقه لا تتخيل. دابا الغربه و قهر الكحله الدراري، ايوا تيوليو مسؤوليات اخرين تبقاش كاع ديها في راسك. المهم هانتوما كما كتشوفوا انا عمرت هاد لميه فاطشه، عمرتها مزيان وجهي، نتسناها تتكرم وغادي نحربلها ونغسلها ونتلاقاو تشوفوا الريزولطات والنتيجه. صافي حبيباتي هنا رجعت. قداش نهضر دابا، هي كرمات ليا شويه على وجهي، ها يعني نشفات صافي. دابا بشويه بشويه غادي نبدا هكا نحربل فيها بحال هكا، تتحيد واحد السهوله، نحربل فيها بحال شكل كوماج. بغي نغسل وجهي ونتلاقاو. ايوا صافي حبيباتي، دابا انا بعد غسلت وجهي، غسلته بمياه هكا دافيه، نشفتو مزيان غير بشويه هكا، ماشي داك التنشاف ديال. من بعد كنستخدم هاد الطونيك، وهذا ديالي رانا كنت شاركته معكم واحد المره، هذا ديال الورد. هذا راه موجود في اي بلاصه، كاين في التيكوتا، كاين في لاكوف، كاين في فين ما مشيتو تلقاوه. فحبيباتي كندير هكا شويه في هاد الديسكو هذا وهاد القطينه، صافي تنبقى نطبطب على راسي. ندير على وجهي بحال هكا كامل. هو الطونيكو راه مهم من بعد اي ماسك. دابا مع تديري الماسك ياك وتتغسلي بالماء دافي، فالمسام ديال الوجه راه تيتحلوا. هنا الطونيكو الدور ديالو تيسد لك دوك المسام اللي تحلوا زياده على اللزوم، يقاد المهم البشره تيقاد. دابا هما راه كاينين دوك الكلمات اللي تيستعملوا دوك الدريات الاختصاصيات في المكياج.
كان انا رانا ما نسيت هذوك الكلمات. المهم هو كيقاد داك يقاد لك البشره، يقادها مزيان ويوجدها لاي كريم اخر بحال تيجمعها زعما تيرممها، باش لو بغيتي تحطي فوقها شي كريم واحد اخر. صافي حبيباتي، بعد كنسالي من هذا الشيء كله كندير الكريمينه ديالي ديال الترطيب وصافي. وهنا يعني كندير هاد الكريمينه هذه ديما كنستعملها ياك، وشويه بدلتها وليت نستعمل هذه ديال الحلزونه ديال لابافا دي لوماركا، ولكن وليت رجعت لهذه لانها كتعجبني اكثر. هذه حتى هي زوينه، ترطب مزيان وفيها الريحه ديال الورد الطبيعي. سبحان الله، بحال الريحه ديال الورد تاع المغرب. فوليت دابا تندير هذه بالليل وهذه كنديرها بالنهار. هذيك علاش كنديرها بالليل؟ حيت مكتوبه فيها واحد النسبه عاليه من الفيتامين سي، واي حاجه فيها الفيتامين سي من الافضل ديروها بالليل، ما تخرجوش بها للشمس. ايوا صافي حبيباتي، دابا ندير الكريمينه ديالي وصافي. نتمنى يعجبكم الفيديو، يعجبكم الماسك وتجربوه. وشكرا اللي بقى كيشاهد ليا الفيديو حتى لهنا حتى الاخر. وشكرا حبيباتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر في حاجه اخرى. السلام عليكم.